كانت مسعفة في درع البلد حين شلت حركتها رصاصة قناص. نبيل عانت من غيبوبة استمرت شهرا كاملا قبل أن تعود إلى وعيها. لقبها قاهرة الأسد، وهي تعد العدة في بلدة الرمثة الأردنية لتعود إلى مهنة التمريض في درعا. التقتها مفادة العربية ريما مكتبي قبل سماح السلطات الأردنية لها بالعودة إلى داخل سوريا. مرحبا، كيفكم؟ كيفك؟ جدران هذه الغرفة الأربعة لا تتسع لأحلام نبيل وأمه الجريحة. في بلدة الرمثة على الحدود الأردنية السورية تعيش نبيل ذات 27 عاما. تسجن جسدها في هذا الكرسي المتحرك والبسمة لا تفارق ثغرها. كانت مسعفة في درع البلد في سوريا قبل أن تقعدها رصاصة قناص. ظليتني بغيبوبة يمكن أكثر من شهر، والله العظيم ولا حسيت لا بألم ولا بأي شيء، ولا كان شكل دبوس. والحمد لله هلا أنا عايشة ملكة، يعني أميرة. بتعرفي ليش؟ لأني في بعض الناس بيفكروني معاقة، بس أنا ماني معاقة. المعاقين بتعرفي من هن؟ حكام العرب، حكام العالم. العالم المسلمين هدول اللي شافوني جوا عم ندبح، ما في حدا ساوالنا شيء. أنا ماني معاقة. أرادت نبيل أن تضحي بحياتها في سبيل الثورة السورية، غير أن القدر كتب لها الحياة، وهي الآن بمساعدة زوجها تجري علاجها الفيزيائي. كيف يعني أنت قاهرة الأسد؟ أنا قاهرته للأسد لأنه حاول استهدفني إنه يقضي علي، بس سبحان الله بإرادة رب العالمين رجعت عشت لحتى أرجع سوريا وأقهره. تصارع نبيل إصابتها، تجمع المساعدات لأهل بلدها وتتحضر لمهمة العودة إلى درعا. علب دواء، ضمادات ومسكنات، الكثير من الأدوية التي ممكن أن يحتاجها أي مصاب. هذه يصل وزنها تقريبا إلى 80 كيلوغرام، وحلم نبيل الوحيد الآن هو نقل هذه الأدوية من الأردن إلى سوريا، وتحديدا إلى درعا البلد لمساعدة الجرحى والمشافي التي ينقصها الكثير من الدواء. تنتظر الإذن من السلطات الأردنية لتدخل درعا، وهي تعرف أنها قد لا تعود لأطفالها الأربعة. نبيل طفل ورث شخصية والدته الثائرة. يا يماني طالع أخلع ثوب العار والبس ثوب الكرامة والجيش الأحرار. يغني للثورة ويخبرني عن حلمه. كانت تطبخ لنا وتساوي لنا بشار. ايه، وبعدين القناص قنصها. وشو صار بعد ما قنصها القناص؟ وما عاد تمشي. شو حلمت؟ انه ماما بتمشي وبتساوي كل اشي. شو بدك تعمل باللي قنصها الماما؟ ده موته. ريما مكتبي، العربية، الأردن.